السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا وطلابنا في كل أنحاء مصر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أستاذ مجدي أحمد، أستاذ تاريخ للثانوية العامة. بنرحب بطلاب دفعة أولى ثانوي 2026 واللي إن شاء الله هيشوفوا مننا أحلى شغل وشغل عالي السنة دي بإذن الله. يلا بينا نبدأ كده منهجنا ونقول بسم الله. أول درس عندك حبيب قلبي، أنت عندك درس بيتكلم عن الحضارة والتاريخ. يعني هنتكلم عن جزء يخص الحضارة وهنتكلم عن جزء يخص التاريخ، فصل على النبي. أول حاجة كده احنا بنتكلم عنها هي الحضارة. يعني ايه أصلا يا مستر فكرة حضارة؟ هو احنا هنبدأ من أول لما الإنسان نزل على سطح الأرض يا جماعة. يعني احنا هنتكلم عن الحضارة بس هنتكلم من اول بدايات الانسان، من اول لما الانسان نزل على سطح الارض. فهنبدا كده يا جماعه اهو، بنقول من اول ما الانسان نزل على سطح الارض. من اول لما الانسان نزل على سطح الارض يا جماعه ايه اللي حصل؟ قال لك يا مستر من اول لما الانسان نزل على سطح الارض وكان كل هدفه يا جماعه، كان كل هدفه هو ايه؟ قال لك كان كل هدفه هو اشباع حاجاته الاساسيه يا جماعه. كان كل هدف الانسان ده ان هو يشبع حاجاته الاساسيه. يعني ايه يشبع حاجاته الاساسيه؟ يشبع حاجاته الاساسيه يا جماعه يعني الراجل ده لو جعان فياكل، لو عطشان فيروح يشرب. تاني من اول لما ربنا خلق الانسان على سطح الارض كان كل هدفه اشباع حاجاته الاساسيه. يعني لو جعان يروح ياكل، لو عطشان يروح ايه؟ يشرب. تمام. كانت حياته عامله ازاي يا مستر؟ قال لك كانت حياته حياه تنقل وترحال. يعني حياته يا مستر كانت حياه غير مستقره. يعني الراجل ده كان بيعيش حياه اسمها حياه التنقل والترحال، كانت حياته غير مستقره. بحثا عن ايه؟ يعني عمال بقى مستر حياه تنقل وترحال بيبحث عن ايه؟ قال لك بيبحث عن الطعام ويبحث عن الشراب. يبحث عن الطعام والايه؟ والشراب. مع الوقت شويه مصر هو طبعا كان بيعيش فوق الايه؟ فوق الهضاب. كان بيعيش فوق الهضاب. مع الوقت يا مستر ايه اللي حصل؟ قال لك مع الوقت بقى يا باشا، مع الوقت بدأ يتطور اكتر، فعرف الايه؟ فعرف الصيد. فبدأ ان هو يا مستر يصطاد الحيوانات. فبدأ ان هو يصطاد الايه؟ الحيوانات. بس كان بياكل الحيوانات دي يا جماعه، كان بياكل الحيوانات دي وهي ايه؟ نيه. بعد كده يا مستر الراجل ده اكتشف بقى يا جماعه اكتشاف رهيب. ايه بقى يا مستر الاكتشاف الرهيب اللي هو اكتشفه؟ قال لك كان بياكل الحاجات وهي نيه، ولكن بعد كده اكتشف ايه يا جماعه؟ اكتشف الراجل ده النار. فمصر لما اكتشف النار استخدم النار دي في ايه؟ قال لك فاستخدمها. استخدمها في ايه؟ قال لك في حاجتين: طهي الطعام يا جماعه، وابعاد الحيوانات المفترسه. طهي الطعام وابعاد الحيوانات المفترسه. كلام جميل. بعد كده مستر حصل الكارثه، الا وهي ايه الكارثه دي؟ هي كانت حلول الجفاف فوق الهضاب. ان حل الجفاف فوق الهضاب. ولما حل الجفاف فوق الهضاب نزل الى الوادي يا جماعه. نزل الى الوادي. فلما نزل الوادي، ادي الوادي هو صاحبي، فلقى على الوادي ميه عذبه، لقى على الوادي تربه خصبه، فلقى ميه عذبه ولقى تربه خصبه. حلو. فلما لقى ميه عذبه وتربه خصبه، قال لك الراجل ده مصر بعد كده قعد هنا وعرف الايه؟ الزراعه. طب لما عرف الزراعه ايه وضعه؟ يا ابني ما هي الزراعه عمرها ما هتطلع في يوم وليله. ما عمره ما هيرمي البذره في الارض والبذره دي هتبقى محصول في يوم وليله، طبيعي هتاخد وقت. فعشان كده يا مستر لما عرف الزراعه قال لك عاش حياه الاستقرار. بدأ يعيش حياه الايه؟ الاستقرار. ولما عاش حياه الاستقرار قال لك يا مستر بدأ يعمل ايه؟ لازم يعمل بيت عشان يقعد فيه، مش هيستقر، يبقى لازم يشوف حاجة يقعد فيها. طب ايه يا مستر الحاجة اللي قعد فيها؟ قال لك يا مستر بدأ يعمل بيت صغير. بعد كده حد قام جاي قاعد جنبه قام عامل بيت صغير. فبعد كده قاموا عاملين ايه؟ نتيجة تجمع البيوت الصغيرة جنب بعض عملوا ايه؟ القرى. بعد كده يا مستر تم انشاء الايه؟ المدن. بعد كده طبعا بقت اقاليم، نتيجة اتحاد القرى والمدن مع بعضها البعض بقت أقاليم. بعد كده طبيعي مصر لازم يعمل مقابر، ما هو أكيد هيجي وقت عليه ويموت، فعمل المقابر. بعد كده مصر عمل معابد.
لان اكيد يا مستر في معبودات هيعبدها في المعابد دي. من هنا يا مستر نشأت الايه؟ الحضارة. الله. طيب تعالى كده نعيد مع بعض كده، تعالى نعيد كده التفاصيل مع بعض تاني كده بالله عليك، يلا معايا. ان من اول ما ربنا خلق الانسان على سطح الارض يا جماعه، وكان هدف الانسان ده ايه؟ اشباع حاجاته الاساسيه، يعني جعان ياكل، عطشان يشرب، كان بيعيش حياه تنقل وترحال، كان بيعيش حياه غير مستقره، بيبحث عن الطعام والشراب. يا مستر الراجل ده كان بيعيش فين؟ فوق الهضاب. ولما كان بيعيش فوق الهضاب اتطور بعد كده، بعديها بشويه اتطور فعرف الصيد. فلما عرف الصيد بدأ يصطاد الحيوانات، ولما اصطاد الحيوانات كان بياكل الحيوانات دي وهي يا جماعه وهي نيه. يعني يا مستر كان بياكل الحيوانات وهي نيه. بعد كده اكتشف الايه؟ النار، واستخدمها في طهي الطعام وابعاد الحيوانات المفترسه. مستر بعد كده حل الجفاف فوق الهضاب، فنزل الى الوادي، لقى ميه عذبه، لقى تربه خصبه، لقى ميه عذبه، لقى تربه خصبه، فعرف الزراعه، فعاش حياه الايه يا جماعه؟ الاستقرار. فبدأ يا مستر طبعا يعمل قرى، بعد كده مدن، بعد كده مقابر، بعد كده معابد. من هنا نشأت الحضاره. الله. طيب كلام جميل. وبعدين يا مستر قال لك ما احنا عايزين نعرف بقى الحضاره هي ايه. بس قبل ما اخش في الحضاره يا جماعه، في دايما سؤال بيجي في الامتحان وبيتكرر دايما، يقول لك قاعده اساسيه: بدات الحضاره امتى؟ اول لما يجي يقول لك بدات الحضاره امتى، تقول له مع معرفه الانسان الزراعه، معرفه الزراعه والاستقرار، مع معرفه الانسان الزراعه والاستقرار. يبقى بدايه الحضاره مع معرفه الزراعه والاستقرار. طب الحضاره هي ايه؟ قال يا مستر والله الحضاره هي ثمره أي مجهود بيقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة. والهدف من ده إيه؟ إن هو يحسن طبعا ظروف حياته. مستر هسأل سؤال: هي ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظروف إيه؟ حياته. وقال لك إن الحضارة ليها جانبين: جانب مادي، والمادي دي حاجة ملموسة، تمام، وجانب معنوي، والمعنوي دي حاجة محسوسة. جانب مادي وجانب معنوي، المادي حاجة ملموسة والمعنوي حاجة محسوسة. طب أنا هسأل سؤال وترد عليا، كلام جميل. مصر، هو أنت بتقول لي يا ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة، صح؟ لتحسين ظروف حياته. كلام جميل. يعني إيه يا مستر؟ حبيب قلبي، يعني أنا دلوقتي ممكن أقول لك على حاجة مهمة قوي. الحضارة دي يا جماعة أنا بقول عليها الإنتاج. يعني إيه يا مستر الحضارة؟ بمعنى الإنتاج. يعني أي حاجة يا جماعة أنتجها الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة بقول عليها حضارة. يعني الإنسان لو أنتج أي حاجة في الدنيا بقول على الإنتاج اللي هو عمله ده حضارة. يعني يا مستر أديك مثال: لو أنا قمت جايب فاس ونزلت وقعدت أحفر في الأرض، أحفر في الأرض، أحفر في الأرض، هو مجدي بيعمل إيه؟ مجدي بيعمل مجهود، صح؟ يبقى إذا كده يا مستر هي ثمرة أي مجهود يقوم به مين؟ الإنسان. مجدي بيعمل مجهود وبيتفاعل مع مين؟ ما الأرض اللي هو يا مستر بيحفر فيها دي اسمها بيئة، بيتفاعل مع البيئة، وبعد كده هيعمل محصول، المحصول ده هيكبر وهيبيع وهيكسب. فبالتالي يا مستر الحاجة اللي بيعملها مجدي دي هي إنتاج نتيجة تفاعله مع البيئة عشان يحسن ظروف إيه؟ حياته. لو مجدي خد بعضه يا مستر ومسك أجنة وشاكوش ومسك الحجارة وقعد يكسر فيها وعمل أهرامات وعمل معابد وعمل تمثال مثلا، يبقى إذا يا مستر مجدي كده عمل إيه؟ حضارة. لو مجدي نزل يا مستر في حتة فيها مثلا غابات وقعد يقطع الغابة دي وخد الجدر بتاع الشجر ده ودخله في الصناعة، فعمل مثلا يا مستر دكك وعمل مولى للسرير وعمل السراير وعمل البيبان، تمام، كل دي اسمها ايه؟ كل دي حاجات انتجها الايه؟ الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه، فبقول عليها ايه؟ حضاره. يبقى اذا يا مستر الحضاره هي الانتاج نتيجه تفاعل الانسان مع البيئه. يبقى اي حاجه انتجها الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه بقول عليها حضاره، اوعى تنسى. طب والحضاره ليها جانبين: جانب مادي وجانب معنوي. المادي حاجه ملموسه، طب والمعنوي حاجه محسوسه. لو جيت اقول لك انا بحبك، دي حاجه ايه؟ ماديه ولا معنويه؟ معنويه، ما هو انت مش هتمسك الحب. لو جيت اقول لك ثقافه، جانب مادي ولا معنوي؟ معنوي. لو جيت قلت لك اكتساب مهاره، مادي ولا معنوي؟ معنوي. لو جيت قلت لك القيم، لو جيت قلت لك الاخلاق، لو جيت قلت لك
العادات والتقاليد، كل دي حاجات ايه؟ ماديه ولا معنويه؟ معنويه. ليه؟ ان كل الحاجات دي انت ما بتقدرش تلمسها. لكن لو جيت قلت لك الاهرامات، المعابد، التماثيل، صح ولا لا؟ اجهزه التكييف، المباني الحديثه، المعابد، الاهرامات، كل دي حاجات ماديه ولا معنويه؟ تقول لي ماديه. ماديه ليه؟ لان انت قادر تلمسها. يبقى الحاجه اللي انت تقدر تلمسها بقول عليها جانب مادي، اما الحاجه اللي انت ما بتقدرش تلمسها بقول عليها جانب معنوي. كلام جميل. يبقى انا كده عرفتك يعني ايه جانب مادي ويعني ايه جانب معنوي. طب اسالك سؤال، هو ايه الهدف من وجود الانسان؟ والهدف من وجود الانسان يا مستر، او هدف او الغايه النهائيه، ماشي، هي ايه يا مستر؟ تعمير الكون، او تعمير الارض، او ممكن يقول لك اعمار الكون، او اعمار الارض، او الاصلاح والاستمرار، او الاستمرار والتطور. اي حاجه من دي تشوفها تختارها. طب والسؤال بيجي لي هنا ازاي؟ يقول لك ايه هي غايه الحضاره الانسانيه؟ غايه الحضاره الانسانيه، هتقول له ايه؟ تعمير الكون، او اعمار الكون، او اعمار الارض، او ايه الهدف الاسمى او الغايه النهائيه من وجود الانسان؟ تقول له تعمير الكون الذي نعيش ايه فيه. كلام جميل مستر. بس انا عندي سؤال تاني. ايه هو يابا السؤال التاني الجميل بتاعك؟ بص يا مستر مجد، هو حضرتك بتقول لي يا ثمرة اي مجهود يقوم به الانسان نتيجة تفاعله مع البيئة، يبقى الحضارة بتنشأ نتيجة ايه؟ ابقى بص على دي، بيقول لك تفاعل ايجابي بين الانسان والبيئة، ودي نقطة امتحان. ها، يجي يقول لك يا الحضارة بتنشأ ازاي؟ تقول له نتيجة تفاعل ايجابي بين الانسان والبيئة. طيب مستر، بعد كده بنتكلم عن ايه؟ بعد الجزئيه دي انا بتكلم عن جزء مهم قوي يا جماعه. انا بتكلم بقى عن الجزء الثاني، او او الفكره الثانيه عن الحضاره. الحضاره عند ويل ديورانت. هتكلم دلوقتي على الحضاره عند ويل ديورانت. في واحد يا جماعه اسمه ويل ديورانت، او الحضاره عند ويل ديورانت. بص يا قلبي، ويل ديورانت ده يا جماعه، ويل ديورانت ده دكاتره مؤرخ امريكي. يعني ايه مؤرخ امريكي يا جماعه؟ مؤرخ يعني بيكتب في التاريخ، وامريكي يعني جنسيته امريكيه. يعني يا مستر في شخص اسمه ويل ديورانت جه اتكلم عن الحضاره. الراجل ده مؤرخ امريكي يعني بيكتب في التاريخ وجنسيته امريكيه. الراجل ده يا جماعه عامل كتاب اسمه قصه الحضاره. عامل كتاب اسمه ايه؟ قصه الحضاره. الراجل ده بيتكلم عن الحضاره من وجهه نظره، وبيقول لك ان الحضاره ما هي الا عباره عن ايه؟ قال يا مستر ما هي الا عباره عن ايه؟ نظام اجتماعي. نظام ايه؟ اجتماعي. ايوه. تعين. يعني ايه تعين؟ اي تساعد الانسان في زياده انتاجه الثقافي. واحد يقول لي يعني ايه؟ حبيب قلبي، يقول ديورانت بيقول لك ان الحضاره بالنسبه له هي عباره عن نظام اجتماعي بتعين اي تساعد الانسان على زياده انتاجه الثقافي. يعني من الاخر بيتكلم على المستوى الثقافي. يعني بيتكلم يا مستر هنا عباره عن نظام اجتماعي، يعني بيتكلم على العلاقات الانسانيه. الراجل هنا يا جماعه بيتكلم عن علاقه الناس مع بعضها البعض، وبيقول لك لو مجد مصاحب ناس كويسه وشاطرين ومتقدمين ثقافيا، مستوى الثقافي هيحصل فيه ايه؟ جدع، هيتقدم ثقافيا. لكن لو مستر مجد مصاحب علي علوكه واشرف كوخه، ايه اللي هيحصل في مستوى الثقافي؟ هيقل ولا هيزيد؟ هيقل. يبقى اذا يا مستر على حسب علاقتك بالناس، على حسب تفاعلاتك مع الناس، على حسب علاقاتك الاجتماعيه، علاقاتك الانسانيه. لو انت مختلط بناس ناجحه وناس مستواها الثقافي عالي، مستواك الثقافي هيعلى. لو انت مختلط بناس مستواها الثقافي اقل وقليله، مستواك الثقافي هيقل. صح ولا لا؟ جميل يا عم. ابسط بيقول لك من جور السعيد ايه؟ يسعد. صح ولا لا؟ اديك مثال. فمصر، هو انا لو رحت اوروبا وقعدت في اوروبا، مستوى اوروبا متقدم ثقافيا ولا متخلف؟ لا، متقدم ثقافيا. يبقى انا مستواي الثقافي هيحصل فيه ايه؟
هيتقدم ثقافيا. ولكن لو انت جيت هنا مثلا مصر، الله اكبر يعني، واتفاعلت واختلطت بالناس اللي هنا، ايه اللي هيحصل في مستواك الثقافي؟ هيقل ولا هيزيد؟ هيقل. يبقى اذا يا مستر، على حسب المجتمع اللي انت قاعد فيه وعلى حسب الثقافه بتاعت الناس اللي انت بتتعامل معاهم، مستواك الثقافي يزيد او يقل. انا واخد بالي من حاجه، ان يا مستر ويل ديورانت دايما بيكلمني عن الناحيه الثقافيه، بيكلمني دايما عن النواحي الثقافيه، عن الجوانب الثقافيه. يبقى انا ممكن هنا يا مستر يجي لي اسئله ويقول لك ان ويل ديورانت، سؤال يا جماعه ده دايما بيجي في الامتحان، ركز ويل ديورانت في دراسه الحضاره على ايه؟ ويل ديورانت ركز في دراسته عن الحضاره في ايه؟ يعني وهو بيدرس الحضاره ركز على ايه؟ هتقول لي يا مستر والله انا شايف ان هو ركز على ايه؟ ده هو عمال يتكلم عن الناحيه الثقافيه. يبقى اذا يا مستر الراجل ركز على العلاقات الانسانيه. يا مستر الراجل ركز على العلاقات الاجتماعيه، طبعا علاقات اجتماعيه او علاقات انسانيه. يا مستر الراجل هنا مركز على الجانب الثقافي. طب هو يا مستر مركز على الجانب الثقافي، وطالما انا بقول لك مركز على الجانب الثقافي يبقى مركز على الجانب المادي ولا المعنوي؟ جدع يلا. يبقى اذا هو مركز يا مستر على الجانب المعنوي. امال اهمل ايه؟ هتقول له اهمل الجانب المادي او اغفل الجانب المادي، يعني ما كانش بيركز على الجانب المادي. يا مستر طب هسأل سؤال تاني، هو يا مستر هنا ويل ديورانت ركز على التقدم في الفن والعمران، التقدم في الفن والايه؟ والعمران. يا مستر طب افرض انا ما لقيتش الجانب المعنوي، ينفع اختار حاجه تانية؟ تختار الجانب الايه؟ الاجتماعي. الجانب الايه يا جماعه؟ الاجتماعي. طيب كلام جميل قوي يا مستر، كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه. يبقى اذا الراجل ركز على العلاقات الانسانيه، ركز على العلاقات الاجتماعيه، ركز على الجانب الثقافي، ركز على الجانب المعنوي واهمل الجانب المادي. الراجل يا مستر اهتم بالنواحي الاجتماعيه. الراجل يا مستر ركز على التقدم في الفن والايه؟ والعمران. ده كلام مين ده؟ ده كلام ويل ديورانت. طيب كلام جميل قوي. مستر هو ويل ديورانت سكت على كده؟ قال لك لا، ده ويل ديورانت ما سكتش على كده يا جماعه. ده ويل ديورانت كمان كلمنا عن ايه؟ بص كده، ويل ديورانت قال لك ان في علاقه بين الامن ونشأة الايه يا جماعه؟ ونشأة الحضاره. ويل ديورانت قال لك ان في علاقه بين الامن ونشأة الحضاره. واحد محترم يسالني يعني ايه يا مستر، هي ايه العلاقه ما بين الامن ونشأة الحضاره؟ اقول لك حبيب قلبي العلاقه مهمه قوي 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 قوي، لان قال لك ان اذا تحرر الانسان من الخوف والقلق طرق عقله للابداع والانشاء، فبالتالي تنشأ الايه؟ الحضاره. اسالك سؤال وترد عليا حبيب قلبي، طول ما انا قاعد مطمن، ده اللي قاله ويل ديورانت. قال لك ايه؟ قال لك لو الانسان ما كانش خايف، لو الانسان تحرر من خوفه، لو الانسان ما كانش قلقان ومتحرر من خوفه وقلقه وقاعد مطمن، يقدر عقله ان هو يفكر، يقدر عقله ان هو يبدع، يقدر عقله ان هو يخليه ينشئ، فبالتالي يقدر يعمل حضاره. لكن يا مستر لو الشخص ده قاعد مرعوب وقلقان، تمام، هيقدر يعمل حضاره؟ لا، مستحيل يقدر يعمل حضاره. يبقى اذا يا مستر احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم ان كل لما الانسان يشعر بالامن والامان يقدر يبدع، يقدر ينشئ، يقدر يعمر، فبالتالي يقدر يعمل حضاره. ولكن لو قاعد قلقان او خايف ولا يقدر يعمل حضاره. ليه؟ هقول لك يا عم، ابسط مثال، لو انا متجوز ومراتي الله اكبر بتحضر ماجستير ودكتوراه وهي قاعده في البيت، فجه حد وانا مسافر، فجه حد معلش ثواني قام مخبط كده على الباب، فهي طلعت تبص من العين السحريه ما لقيتش حد، وهي قاعده بتذاكر تحضر ماجستير ودكتوراه، فطبيعي هيحصل عندها ايه؟ قلق وخوف. طب المهم رجعت وقالت ان شاء الله ما يكونش في حاجه، انا اقعد اذاكر. فقام جاي نفس الشخص قام عامل كده، فتروح تبص مش هتلاقي حاجه. اول حاجه هتفكر فيها ان هي تروح تجيب التليفون
وتقوم متصله: بابا الحقني يا بابا، بابا الحقني يا بابا، في حد بيخبط يا بابا، انا مش عارفه، انا قلقانه مرعوبه، ماما شوفي لي حل. فابويا يقول لها: يا بت ما تتحركيش من مكانك يا بت، وانا ان شاء الله جاي لك يا بت، ما تتحركيش وما تخافيش. طيب اسال سؤال: هي البت لما تقعد، اللي هي مراتي يعني، تمام، اللي هي لما تروح تقعد وتبدا ان هي عايزه تذاكر تاني، هتعرف تذاكر؟ والله ابدا. عارف ليه؟ خايفه، قلقانه، مرعوبه. ليه؟ لان هي حاسه ان في حد بره مهددها، قلقها. صح يا مستر. يبقى اذا عمرها ما هتقدر تقعد وتذاكر وتحضر تاني او تذاكر تاني، لان هي جواها خوف وقلق. صح. يبقى اذا مستواها التفكيري هيقف ولا لا؟ هيقف. هو ده اللي بيقوله ولدي ورد. طب خد مثال تاني، ابسط مثال. ولا هو انا دلوقتي لو وانا صغير، على فكره وانا صغير الكلام ده عشان بس ما نسفش وما نهجص ونفضل نزيد في الزيطه. وانا صغير كنت اقعد مثلا لما والدتي تمشي هي والحاج وكده ويبقى البيت رايق، انا بقى استقاني زاولي الدنيا رايقه واقعد في البيت لوحدي واذاكر. المهم يا جماعه، اول لما بقعد في البيت لوحدي الاقي لك ايه اللي بيحصل؟ الاقي لك الازازه في المطبخ تعمل ايه؟ تفضل تعمل حاجات كده غريبه، تمام؟ تحس ان في حاجات مش طبيعيه بتحصل في البيت. المطبخ كل شويه نقط الميه تك 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 تك، في حاجات غريبه اكني في عفريت فين في الحمام او في المطبخ، في الجزء بتاع الحمام والمطبخ ده. فتبقى قاعد مرعوب، قاعد قلقان، ودماغك عماله تفكر: ما انت لسه صغير، هو ده حرامي؟ تكونش ابو رجل مسلوخه واحنا ما نعرفش، تمام؟ فبتفضل تفكر وتفضل قلقان. فبص انا كنت قاعد ايه؟ كنت قاعد بذاكر، هقعد قلقان ومرعوب. عيب عليك يا ولا ده، انا كنت بقوم قايم واقوم جايب الشومه واقوم حاططها على الترابيزه واطفي النور وانام. ليه؟ عشان قلقان، عشان خايف. خفت يا جماعه فعلا، ببقى قاعد مرعوب وقلقان، خايف ان الحرامي ده يجي يقتلني ولا حاجه. فكنت بستغطى واغطي وشي واغطي كل حاجه عشان انا مرعوب وقلقان. فاذا بص انا كنت قاعد بعمل ايه؟ قاعد بذاكر. لما قلقت وخفت خلاص ذهني ما بقاش فايق للمذاكره، مش هذاكر. ليه؟ وانا قلقان وخايف، فمش هعرف ابدع، مش هعرف اذاكر، دماغي وقفت. طب يلا، المهم العلاقه هنا. فيجي بقى في الامتحان بقى صاحبي بقى، ركز بقى على افكار الامتحان. فيجي بقى يقول لك ايه؟ هي العلاقه بين الامن ونشأة الحضاره علاقه ايه؟ تقول له العلاقه علاقه طرديه. تمام. طب يا مستر العلاقه ما بين الامن ونشأة الحضاره، يعني لو احنا عايزين نعمل حضاره من وجهه نظر ويلديورانت لازم يتوافر ايه؟ تقول له طبيعي جدا لازم يتوافر الامن والامان. طب ما احنا عارفين يا مستر. لا يا حبيبي، ما تعرفش اللي جايه. ما طالما امن وامان يبقى لازم استقرار سياسي، هتدور على الاستقرار السياسي وتاخدها. ايوه، ما كل ما تكون البلد مستقره سياسيا كل ما انا بقدر اعمل حضاره، لان الاستقرار السياسي يعني في امن وامان، وطالما في امن وامان يبقى في حضاره. طب يا حبيب قلبي نقطه تانية، ممكن يجي يقول لك الحدود الامنه. يعني ايه حدود امنه يا ابني؟ يعني كل ما نوفر امان للحدود. ما الحدود دي على فكره ممكن يجي اقول لك على حاجه، الحدود الشماليه الشرقيه مش دخل قبل كده منها الهكسوس واحتلوا مصر. طيب هل احنا كنا مأمنين الحدود؟ لا. طب احنا لو خلينا الحدود بتاعنا الحدود بتاعتنا حدود آمنة، يعني مأمنين حدودنا، كان ايه اللي هيحصل؟ محدش يقدر يخش. فبالتالي كل ما بندي امان للحدود كل ما بنوفر امن وامان واستقرار. يبقى الحدود الآمنة يا مستر برضو من الحاجات اللي بتساعدني في نشأة الايه؟ الحضارة، عشان بتوفر لي امن وامان. انا كده اتكلمت عن ويلديورانت يا جماعة، كده خلصنا ويلديورانت. ولكن انا عندي جزئيه مهمه قوي، بيقول لك ان الحضارات بتتواصل ولا تتصارع. خد بالك. وبيقول لك ان الحضاره عباره عن سلسله متصله. حلو قوي. بيقول لك يا مستر الحضاره عباره عن سلسله متصله، اي الحضارات بتتواصل ولا تتصارع. اول لما تشوف الجمله دي حبيب قلبي في امتحان، يبقى انت هتقول له اذا يا مستر هي كده حققت مبدا اسمه مبدا التواصل، او مبدا اسمه مبدا التعايش مع
الآخر، أو مبدأ اسمه الابتعاد عن التعصب. أنا كده ببتعد عن التعصب، أو كده إحنا بنحقق ما بيننا كحضارات تواصل ما بيننا، أو تعايش مع الآخر، أو قبول الآخر يا جماعة، إن إحنا بنقبل بعض والدنيا لذيذة يعني. طيب أسأل سؤال، هو أنت بتقول لي الحضارات تتواصل ولا تتصارع؟ الحضارة عبارة عن سلسلة متصلة فبيقول لك حيث بدأت الحضارة فين؟ هتقول له بدأت الحضارة يا جماعة في بلاد الشرق، في بلاد الشرق، أو في الشرق القديم، أو في الشرق الأوسط يا جماعة. في الشرق الأوسط فين يعني؟ قال لك مصر وعراق وبلاد فارس. أو ممكن يقول لك الحضارة الفرعونية، والعراق يقول لك حضارة بلاد الرافدين، وبلاد فارس اللي هي إيران دلوقتي. ولا هي الحضارة بدأت فين؟ في الشرق. الحضارة بدأت فين؟ في الشرق. الحضارة بدأت فين؟ في الشرق. في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط. مصر عراق وبلاد فارس. الشرق الأوسط. مصر عراق وبلاد فارس. طب يا مصر بعد كده الحضارة راحت فين؟ راحت الغرب. فين في الغرب؟ راحت لبلاد اليونان والرومان. بعد كده رجعت تاني فين؟ الله ينور عليك، في الشرق. وقعدت فين؟ في الحضارة الإسلامية. وقعدت هناك كام سنة؟ 1000 سنة. تمام. وبعدين يا مستر، قال لك يا مستر بعد كده رجعت تاني فين؟ رجعت تاني الغرب. وقعدت في الغرب يا مستر فين؟ قال لك في الحضارة الغربية الحديثة، يعني في أوروبا، يعني قعدت في أوروبا. طيب ركز معايا كده، لو خدت بالك كده معايا، بص، هي بدأت فين؟ في الشرق الأوسط، مصر عراق وبلاد فارس. طب بعد كده راحت فين؟ الغرب، في اليونان والرومان. بعد كده رجعت الشرق في الحضارة الإسلامية وقعدت كام سنة؟ 1000 سنة. بعد كده راحت الغرب في الحضارة الغربية الحديثة. أسأل سؤال وترد عليا. بص يا معلم، أول سؤال أنا ممكن أجي أسأله لك، بداية الحضارة أو بدأت الحضارة فين؟ تقول لي في بلاد الشرق، أو الشرق الأوسط، أو مصر عراق، أو عراق بلاد فارس. تمام. مستر غير بداية أو بدأت الحضارة فين؟ ممكن يجي يقول لك نشأت الحضارة فين؟ نشأت الحضارة برضو في الشرق أو الشرق الأوسط، أو مصر عراق، أو عراق بلاد فارس. طيب ممكن يجي يقول لك لها السبق في نشأة الحضارة. لها السبق. يعني ايه لها السبق؟ يعني هي اللي سبقت. يبقى بداية برضو الحضارة فين؟ برضو في الشرق. لما يجي يقول لك ترجع، بص ركز، أصول الحضارة الأوروبية الحديثة. هي أصول الحضارة الأوروبية الحديثة كانت فين؟ أصولها فين؟ الحضارة الأوروبية الحديثة أو الحضارة الغربية الحديثة أصلها كان إيه؟ هتقول لي كان في بلاد الشرق. أصلها كان فين؟ هتقول لي في الشرق الأوسط أو بلاد الشرق أو مصر عراق بلاد فارس. طيب لما أجي أقول لك سؤال تاني، الحضارة كالطائر الجوال موطنه الأصلي فين؟ الله ينور عليك يا عم مجد، ما أنت بتقول لي الموطن الأصلي صح؟ يبقى موطنه الأصلي فين؟ برضه في بلاد الشرق أو الشرق الأوسط. طيب أو مصر عراق بلاد فارس. طيب اللي بعده، ممكن أجي أقول لك يا مستر هنا سؤال، أطول فترة استمرت فيها الحضارة، أطول فترة قعدت فيها الحضارة فين؟ تقول لي في بلاد الشرق. طب عرفت منين؟ لأن هي راحت الحضارة الإسلامية وقعدت هناك كام سنة يا جماعة؟ 1000 سنة. طب يا مستر في فكرة تانية تيجي في الامتحان، يجي يقول لك إيه بقى؟ هيجي يسألك على الجزئية دي، يقول لك الحضارة كالطائر الجوال موطنه الحالي فين يا جماعة؟ موطنه الحالي فين؟ هتقول له يا مستر الحضارة كالطائر الجوال موطنه الحالي فين؟ هتقول له موطنه الحالي فين؟ في الغرب. يعني دلوقتي هو فين؟ في الغرب. يعني دلوقتي أو آخر مكان استقرت فيه الحضارة فين؟ في الغرب. لأن أصل الحضارة لما بدأت فين؟ في الشرق. بعد كده آخر مكان راحت له أو استقرت فيه هي الغرب، أو هو الغرب يعني. طيب كلام جميل. بص يا باشا، ده انتقال للحضارات. بعد كده بنتكلم عن إيه بقى؟ صح معايا وفوق.
بعد كده بنتكلم يا مستر عن جزئيه مهمه قوي 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 قوي، ان الحضارات يا مستر بيقول لك تشابهت كل حضاره مع الحضاره الاخرى في ايه؟ حلو. وقال لك تمايزت كل حضاره عن الحضاره الاخرى في ايه؟ يعني ايه؟ كل حضاره كانت بتختلف عن الحضاره الثانيه في ايه؟ والحضارات كانت بتتشابه مع بعض في ايه؟ قال لك الحضارات كانت بتتشابه مع بعض يا عم مجدي في فكره الاخذ والعطاء، وفي فكره التاثير والتاثر. وعلى فكره هي ما بتجيش في الامتحان كتير حته التشابه دي، ولكن اخذ وعطاء او تاثير وتاثر. انا رايح لحضاره تانية فانا بتاثر بيها وهي بتجيلي فبتتاثر بيا. ممكن مثلا في اللبس، ممكن في اي حاجه، مش شرط يعني. اخذ وعطاء ان احنا مثلا اول ناس عملنا تليفون نوكيا مثلا، جت اوروبا او اي حضاره تانية تواصلت معانا فخدت التليفون ده طورت منه، بعد كده احنا خدنا منها حاجات طورناها عندنا وهكذا يعني. اما مستر تميزت كل حضاره يعني اختلفت كل حضاره عن الاخرى في ايه؟ فتقول لي يا مستر في حاجتين، في الهويه الثقافيه وفي الخصائص العقائديه. مستر في الهويه الثقافيه وفي الخصائص العقائديه. هويه ثقافيه يعني ايه يا مستر؟ الهويه الثقافيه يا حبيب قلبي يعني اللغه. ماشي. يعني يا مستر العادات والتقاليد. جميل. يعني الادب. عسل. طب الخصائص العقائديه الا وهي الدين يا جماعه. طب امشي معايا واحده واحده كده، صلى على النبي. بص يابا، اولا يا مستر احنا يا مستر ممكن نتشابه في اي حاجه في الدنيا، ولكن في حاجات يا جماعه ثوابت ما ينفعش تتغير، زي اللغه، زي الدين، زي عاداتنا وتقاليدنا. اديك مثال بسيط قوي. هو انا دلوقتي يا مستر لو انا قاعد مثلا في مصر دي احنا ناس شرقيين، وبنتي جت بتقول لي انا هنزل بهوت شورت وقط، هل انا اسمح بده؟ مستحيل. ليه؟ لان انا راجل شرقي. طب لو هي قاعده في اوروبا وابوها من اوروبا وقالت لبابا يا بابا بعد اذنك انا هنزل، وشافها لابسه كده، عادي ولا مش عادي؟ عادي. ليه؟ لان دي عاداتهم وتقاليدهم يا جماعه. فلكن احنا مش هنتشابه معاهم في العادات والتقاليد. هم ليهم عادات وتقاليد واحنا لينا عادات وتقاليد اتربينا ايه عليها. هم ليهم لغتهم واحنا لينا لغتنا. احنا لينا ديننا وهم ليهم دينهم. اديك ابسط مثال يا عم، ده انت عندك يا عم الحضاره الفرعونيه، صح؟ وعندك يا عم الحضاره العراقيه. الحضاره العراقيه كانوا بيعبدوا مين؟ انو. واحنا كنا بنعبد مين؟ امون. يعني احنا لينا معبود وهم ليهم معبود. هل احنا غيرنا المعبود بتاعنا عشانهم؟ لا. طب هل هم غيروا معبودهم عشاننا؟ برضو لا. يبقى اذا يا مستر كل حضاره وليها المعبود الخاص ايه بيها. طب بص بقى يا معلم، يبقى اللغه والعادات والتقاليد والادب، وهنا الدين طبعا يا مستر مهما حصل الدين ما بيتغيرش، دي ثوابت ما ينفعش تتغير. طيب اسالك سؤال، هنا كانت الكتابه الهيروغليفيه، هنا الكتابه المسماريه، هل هم غيروا عشاننا؟ لا. هل احنا غيرنا عشانهم؟ لا. احنا نتواصل مع بعض، نفيد بعض، نستفيد من بعض، ولكن احنا مش شبه بعض. احنا بنتشابه في حاجات كتير ولكن في ثوابت وحاجات رئيسية ما ينفعش تتغير. طيب بص بقى يا معلم، الحاجات دي انا بقول عليها ايه؟ ممكن يجي يقول لك اختلفنا في ايه، بدل ما يجيب لك حاجات من دي. طبعا انت ممكن تقول له ثقافة ودين، عادات وتقاليد وعقائدية يعني او عقائدها، كل ده تمام. ولكن احنا لما نيجي نقول احنا اختلفنا في ايه، يبقى انت لازم تصحصح معايا في نقطة مهمة. ايه هي يا مستر؟ اقول لك احنا اختلفنا بس في واحد. ايه هي بقى يا مستر؟ ايوه يا مستر، ممكن اقول لك اختلفنا في الجوانب، تقول له الجوانب المعنوية. يعني ايه جوانب معنوية؟ الحاجة اللي هي محسوسة يعتبر. ليه؟ لأن ده جانب معنوي. اللغة، أنت هتمسك اللغة؟ عادات وتقاليد هتمسكها؟ لأ. طب يبقى إذا يا مستر في الجوانب الإيه؟ المعنوية أو الناحية الاجتماعية. نواحي اجتماعية أو جوانب معنوية، لأن كل الحاجات دي ناحية اجتماعية، لغتي، ديني، عاداتي وتقاليدي كده يعني.
ودي فكره قويه قوي يا جماعه، دي فكره قويه قوي. طيب انا عندي بقى يا جماعه واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه ابو حنيفه النعمان. مين ابو حنيفه النعمان ده؟ الراجل ده مستر قال لك من قرأ التاريخ زاد عقله. من قرأ التاريخ زاد عقله. يعني ايه من قرأ التاريخ زاد عقله؟ يعني دماغه هتكبر؟ لا، يعني ثقافته تعلى. ايه ده؟ يعني هنا الراجل بيتكلم عن الثقافة؟ ايوه، يبقى الراجل هنا بيتكلم عن الجانب الثقافي، يعني مركز على الجانب المعنوي. يبقى الراجل كده يا مستر قريب جدا من فكر ويلديو رانت. وعايز اقول لك على حاجة، اول لما يجي يقول لك ابو حنيفه النعمان بيقول من قرأ التاريخ زاد عقله، تكتب لي اهميه دراسه علم التاريخ. هتكتب ايه؟ اهميه دراسه علم الايه؟ التاريخ. هنتكلم برضو عن الجزء الثاني، هو علم التاريخ. يعني يا جماعه احنا اتكلمنا عن الجزء الاول، اتكلمنا عن الجزء الاول يا جماعه الا وهو الحضاره وتفاصيلها ومين ويل ديوراند. هنتكلم بقى عن علم التاريخ. يعني ايه علم التاريخ؟ قال لي علم التاريخ هو العلم الذي يهتم بدراسة النشاط الإنساني في كل الأزمنة المختلفة. حلو، هو بيدرس النشاط الإنساني في كل الأزمنة المختلفة طبعا. ليه يا مستر؟ قال لك يا مستر عشان نعرف الماضي ونفهم الحاضر وكمان نتنبأ بالمستقبل. يعني يا جماعة من الآخر كده علم التاريخ بيدرس من أول لما ربنا خلق الإنسان على سطح الأرض. بعد كده الإنسان ده كان بيعيش حياة تنقل وترحال، بعد كده نزل الوادي، بعد كده حياته اتحسنت وهكذا. مين اللي بيدرس كل ده؟ علم التاريخ يا جماعة. بيدرس نشاط الإنسان من أول لما ربنا خلقه. طب الهدف من ده إيه؟ عشان نعرف الماضي بتاعه عامل إزاي ونفهم الحاضر ونتنبأ بالمستقبل. زي كده اما أنا بدرس مضيق فلاقيك مثلا أنا آسف زفت، طب والحاضر بتاعك زفت برضه، طب فبالتالي هتنبأ بالمستقبل ان انت هتبقى ايه؟ زفتين. يبقى اذا يا مستر انا عايز هنا اقول لك على حاجه بقى مهمه قوي. هنا التنبؤ بالمستقبل انا ممكن احط عليها سؤال، اقول لك علم التاريخ ليس للتسليه بل لايه؟ تقول لي للتنبؤ بالاحداث المستقبليه او للاستشراق بالمستقبل، للاستشراق بالمستقبل او للتنبؤ بالاحداث الايه؟ المستقبليه. طب خد بالك، انا هنا بقول لك علم التاريخ هو العلم الذي يهتم بدراسه النشاط الانساني. النشاط الانساني كلام جميل قوي. وخد بالك في الحضاره قلت لك هي ثمره اي مجهود يقوم به الانسان. يقوم به الايه؟ الانسان. يبقى هنا بتكلم عن مجهود يقوم به الانسان، وهنا بتكلم عن النشاط الانساني. يبقى ممكن اقول بيتشابه علم التاريخ مع الحضاره في ايه؟ علم التاريخ بيتشابه مع الحضاره في النشاط الانساني، او يا جماعه النشاط الايه؟ البشري. النشاط الانساني او النشاط البشري. كلام جميل، ده علم التاريخ. ولكن انا عندي حاجه مهمه قوي يا مستر، هي اهميه دراسه علم التاريخ. تعالى كده ندرس حاجه اسمها اهميه. تعالى بقى نتكلم عن اهميه دراسه علم اسمه علم التاريخ. باشا ايه اهميه دراسه علم التاريخ؟ اهميه دراسه علم التاريخ يا جماعه هي رقم واحد استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقه. خد بالك، هو ممكن يجي يقول لك انت بتاخد عبره وعظه من حاجه حصلت. لما واحد يروح يتقدم لواحده ويكون جايب معاه جاتوه، فامها تقعد مع البت وتقول له قول لي يا ابني انت شغال ايه؟ بيقول لها انا مش شغال حاجه، وبعدين يا حاجه بعد اذنك ما تقطعي لنا قطعتين جاتوه من اللي انا جايبه ده عشان عايز ادوقه. فالست تقول لبنتها تعالي يا بنتي، تعالي يا بنتي عشان عايزاكي في الايه؟ في المطبخ. وتاخد بنتها في المطبخ فتقول لها يا بنتي يخرب بيتك، ايه الواد البخيل، ايه الواد المعفن اللي انت جايبه لنا ده؟ يا بنتي اوعي تغلطي غلطه امك، الله يخرب بيتك، اديكي شايف ابوكي اهو قاعد ولا شغله
ولا مشغله. وانا بنصحك يا بنتي ان اللي انت هتاخديه ده هيبقى زي ابوكي بالظبط. يبقى اذا هي امها اديتها ايه يا جماعه؟ عبره وعظه من حاجه هي عايشه فيها وبتحصل لها، فمش عايزه بنتها تقع فيها. يبقى دي اسمها عبره وايه؟ وعظه. طيب حلو، ممكن تديني يا مستر عبره وعظه من حاجه تانية؟ زي ما هديك مثال تاني. حبيب قلبي، عام 1967 دي كانت النكسة أو الوكسة اللي احنا توكسناها في 67، صح؟ ليه؟ لأن إسرائيل في الوقت ده يا جماعة استخدمت عنصر اسمه عنصر المفاجأة، وراحت ضربت مصر وخسرت مصر في حرب 67 وخدت سينا، صح؟ فاحنا يا مستر في 73 الحمد لله محمد أنور السادات جهز الجيش المصري، وبرضه استخدم عنصر المفاجأة الحربية. يبقى انا عايز اقول لك ان محمد انور السادات اتعلم وخد عبرة من حاجة حصلت قبل كده، فما حبش يقع فيها تاني لما استخدم هو بقى في حرب اكتوبر عنصر المفاجأة اللي قبل كده في 67 خسرنا قدام اسرائيل بسبب ان اسرائيل كانت بتستخدم عنصر المفاجأة. طيب كلام جميل مستر. واحدة تانية، مثال تاني، معلش حاضر. المثال التاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك محمد علي رفض مشروع اسمه مشروع قناة السويس قائلا لا أريد بسفورا في مصر، بالإشارة إلى مضيق البسفور التركي الذي كان ذات أهمية لإنجلترا. هفهمك يا جماعة. محمد علي ركز، وإنجلترا وتركيا ومضيق البسفور، وعندك قناة اسمها قناة السويس. امشي معايا واحدة واحدة. اللي حصل ايه؟ اللي حصل يا جماعة ان انجلترا تدخلت انجلترا في شؤون تركيا بسبب مضيق البسفور، لان مضيق البسفور كان بيمثل اهمية كبيرة جدا لانجلترا. فعشان مضيق البسفور ده مهم جدا لانجلترا، انجلترا اتدخلت في شؤون تركيا بسبب هذا المضيق. حلو. فلما الدول الأوروبية قالت لمحمد علي اعمل قناة السويس، محمد علي رفض مشروع قناة السويس، قال لهم لا مش هعمل مشروع قناة السويس. طب ليه يا عم محمد؟ قال لك لا أريد بسفورا في مصر. يعني ايه؟ محمد علي وعى للدرس كويس يا جماعة. هو محمد علي شاف اللي حصل في تركيا، قال لهم هو انتوا عايزيني اعمل مشروع قناة السويس عشان تتدخلوا وتتدخلوا في شؤون مصر، يعني تبدأوا ان انتوا تتدخلوا في شؤون مصر زي ما تدخلتوا في شؤون تركيا بسبب مضيق البسفور. فانا لا مش هعمل قناة السويس عشان انتوا كدول اوروبية، انت يا انجلترا ما تجيش تتدخلي في شؤون مصر. حلو. يبقى معنى كده يا مستر ان الراجل اتعلم وخد عبرة من حاجة حصلت لتركيا، فما حبش ان هو يقع فيها. طيب كمل. واحدة تانية اجي اقول لك بص اهو الدروس المستفادة من غزوة احد. ما الدروس المستفادة من غزوة احد؟ تقول لي استفيد من غزوة احد. هقول لك يا مستر استفيد من غزوة احد. هو غزوة احد حصل فيها ايه اصلا؟ ان الرماة خالفوا اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ان انتوا هتطلعوا فوق الجبل 50 رامي، امر 50 رامي ان هم يطلعوا فوق الجبل وما ينزلوش مهما كان السبب، مهما كان اللي يحصل. فطبعا يا جماعة ال50 رامي اول لما شافوا الغنائم نزلوا لجمع الغنائم وتركوا الجبل. فكان ساعتها خالد بن الوليد بص كده ولف من ورا الجبل وضرب المسلمين وتحول النصر إلى هزيمة. طب هو احنا اتهزمنا ليه؟ عشان الرماة
خلفوا اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم عشان الرماة ما سمعوش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طب احنا نستفيد من اللي حصل ده ايه؟ لو انا بجمع جيش فبقول للجيش بتاعي يا جماعه انتوا لازم تسمعوا كلامي ولازم تسمعوا اوامري ولازم تمشوا باللي انا هقوله. طب ليه؟ اقول لهم هو انتوا عايزين يحصل فينا زي ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما الرماة خلفوا أوامره؟ فما ينفعش يا جماعة تخلفوا أوامري، لازم تسمعوا كلامي وتمشوا باللي أنا هقوله. يبقى إذن يا مستر مجدي كده اتعلم من حاجة حصلت قبل كده ومش حابب يقع فيها. صح يا جماعة ولا مش صح؟ تمام. لو أنا جيت برضه يا جماعة قلت لك التعلم من أخطاء الماضي، ليه؟ لمنع الوقوع بها في المستقبل، عشان ما نقعش في الحاجة دي فين؟ في المستقبل. يبقى إذن إحنا بنتعلم من أخطاء الماضي عشان ما نقعش في نفس الحاجة دي في المستقبل. يبقى أنا كده باخد عبرة وعظة من حاجة حصلت قبل كده عشان ما أقعش فيها. طيب جميل. ده رقم واحد يا جماعة، ألا وهي استخلاص العبر. رقم اتنين، ألا مستر رقم اتنين، ألا وهي الشعور بالمسؤولية. هو حضرتك بتشعر بالمسؤولية؟ قال لك طبعا. ليه؟ قال لك للحفاظ على مكتسبات المجتمع. هو انت بتشعر بالمسؤولية ليه؟ للحفاظ على مكتسبات المجتمع. طيب يا مستر وانا امتى اختار في الامتحان الشعور بالمسؤولية؟ تختار الشعور بالمسؤولية لو جه قال لك مثلا الدولة بتبذل مجهود كبير للقضاء على الإرهاب. أيوة الدولة بتبذل مجهود كبير جدا عشان تقضي على الإرهاب. يبقى الدولة بتشعر بالمسؤولية. ليه؟ ما هو الإرهاب ده عنصر مخرب، عنصر مدمر، فلما نقضي على الإرهاب يبقى الدولة كده بتشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع. طيب أو الحكومة بتشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع. ماشي مستر، أسأل سؤال تاني. تقوم الدولة بإنشاء وزارة للآثار. وزارة الآثار زي وزارة البيئة. وزارة البيئة بتحافظ على البيئة. طب وزارة الآثار بتحافظ على الآثار. يبقى إذن بتحافظ على مكتسبات المجتمع. يبقى برضه شعور بالمسؤولية. أي منظمات زي منظمات المجتمع المدني، أي جمعيات زي جمعية رسالة أو الجمعية الخيرية أو أي جمعية الأورمان. يبقى إذن كل دي حاجات بنقول فيها الشعور بالمسؤولية. طيب لو جيت قلت لك الاهتمام بالآثار والمعابد المصرية، ده بيدينا ايه؟ شعور بالمسؤولية. بقول لك بحافظ الحفاظ على الآثار أو الاهتمام بالآثار. لو جه قال لك ترميم تمثال أبو الهول أو أي حاجة فيها ترميم يا جماعة، ترميم يعني بصلحه عشان أحافظ عليه عشان يستمر المدة أطول. يبقى شعور بالمسؤولية عشان أحافظ على مكتسبات المجتمع. طيب لو الأمم المتحدة بتعمل قوانين اسمها قوانين حقوق الإنسان عشان يا مستر تدي للناس حقوقها، يبقى بتحافظ على حقوق الناس. يبقى شعور بالمسؤولية. طيب يا مستر كل دي حاجات طبعا يا جماعة شعور بالمسؤولية. لو جيت قلت لك الدولة بتعمل حاجة اسمها المتحف المصري عشان نحط هناك يا مستر الآثار ونحط هناك يا مستر الحاجات اللي هي الآثار والتماثيل، ممنوع ان حد يقرب منها، هي عشان تحافظ على الآثار والتماثيل، فبالتالي الشعور بالمسؤولية. طيب مستر غير الشعور بالمسؤولية قال لك يا باشا انت عندك حاجة تانية اسمها إبراز القدوة الصالحة. غير إبراز القدوة الصالحة انت كمان عندك يا مستر حاجة اسمها الابتعاد عن التعصب. هو انت إبراز القدوة الصالحة ليه؟ ايه الهدف من إبراز القدوة الصالحة وركز فيها؟
الهدف من ابراز القدوه الصالحه، وركز في الهدف ده، اعداد شخصيات ذات تأثير في المجتمع، او اعداد شخصيات بيقولوا عليها قياديه، اعداد شخصيات قياديه او ذات تأثير. ماشي. اما الابتعاد عن التعصب، لان مفيش حضاره، لم تقم حضاره على ايد شخص واحد او عنصر واحد، بل لكل حضاره يا جماعه فضلها على الحضارات الاخرى، لكل حضاره فضلها على الحضارات التانيه طبعا. بص يا باشا، صلى على النبي. اول حاجه هنا ابراز القدوه الصالحه، اي شخصيه تاريخيه زائد اي عمل اتعمل، اي شخصيه تاريخيه زائد اي عمل اتعمل، بقول ابراز القدوه الايه الصالحه. يعني هديك مثال ايه؟ موقف صلاح الدين الايوبي مع اهل بيت المقدس. موقف صلاح الدين الايوبي مع اهل بيت المقدس. هو صلاح الدين الايوبي عمل ايه مع اهل بيت المقدس؟ عفى عن اهل بيت المقدس. وطالما عفى عن اهل بيت المقدس، يبقى ده كده ابراز قدوه ايه صالحه، لان شخصيه تاريخيه عملت عمل، يبقى ابراز قدوه صالحه. طب ابتعد عن التعصب. كلمه ابتعاد عن التعصب، انا راجل متسامح، راجل مش متعصب، راجل متعايش مع الاخر، راجل بقبل الاخر، راجل ما عنديش تعصب. طب السؤال بيجي هنا ازاي؟ لو جه قال لك انفتاح الحضارة الإسلامية، مثلا انفتاح الحضارة الإسلامية على الحضارة اليونانية والرومانية، انفتاح الحضارة الإسلامية على الحضارة اليونانية والرومانية، يبقى ده اسمه ايه؟ ابتعاد عن تعصب. طيب أسأل سؤال تاني. مستر مجد متمسك برأيه، ولكن ما عندوش مشكلة ان هو يسمع آراء الآخرين، يبقى مستر مجد كده مش متعصب، لأن عنده مساحة أو عنده صدر رحب ان هو يسمع للناس التانية. طيب خد بالك من النقطة دي. لو جيت قلت لك الحضارات بتتواصل ولا تتصارع، وده ان دل فبيدل على ايه؟ ان في ابتعاد عن الايه؟ التعصب. يبقى في ابتعاد عن التعصب، لان احنا كحضارات بنتواصل. لو احنا كحضارات مش بنتواصل، يبقى احنا عندنا تعصب، لكن احنا بنتواصل، يبقى في ابتعاد عن الايه؟ عن التعصب. طيب خد بالك بقى من حاجه بالله عليك. تعالى بقى يا باشا لاخر جزئيه خالص في الدرس، الا وهي العصور التاريخيه. يا جماعه بيقول لك العصور التاريخيه، بيبدا التاريخ يا جماعه اصلا، التاريخ بيبدا منذ معرفه الانسان الكتابه. بيبدا التاريخ منذ معرفه الانسان الكتابه، حيث استخدمها في تدوين مظاهر حياته والأحداث التاريخية اللي هو مر بيها. يا جماعة بصوا يا جماعة، متى بدأ التاريخ؟ منذ معرفة الإنسان الكتابة. العصور التاريخية اختار معرفة الإنسان. بص تعال صلى على النبي. بص يابا، أنا دلوقتي هقول لك على حاجة حلوة أوي. هو لو جه قال لك في الامتحان العصور التاريخية، أو جه قال لك المدونات التاريخية، أو جه قال لك متى بدأ التاريخ، تقول له إيه؟ تقول له منذ معرفة الإنسان الكتابة. خد بالك، متى بدأت الحضارة أو بدأت الحضارة؟ زراعة واستقرار. أما متى بدأ التاريخ أو العصور التاريخية أو مدونات تاريخية، أو متى بدأ التاريخ؟ منذ معرفة الإنسان الإيه؟ الكتابة. طب خد بالك بس من حاجة، ممكن ما يجيبليش الكتابة فتقول له التدوين. طب ممكن ما يجيبليش التدوين فتقول له التوثيق.
فممكن ما يجيبليش التوثيق، تقول له ايه؟ التسجيل. صح؟ كلها نفس المعنى. طيب ركز في اللي جاي. بص يا باشا، انا دلوقتي بقى هبدأ اتكلم عن العصور التاريخية. والعصور التاريخية اول حاجة عندي هي العصور القديمة، ودي اللي بتبدأ من 3350 قبل الميلاد إلى 476 ميلادية. وده أصلا بيتقال عليه تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. كلام جميل. يبقى من 3350 قبل الميلاد إلى 476 ميلادية. طيب بقولها ازاي وقلت لك ازاي وعلمتها لك ازاي؟ اول لما تشوف عصور قديمه تقول لي معرفه الزراعه والاستقرار. طيب معرفه الكتابه، بناء المقابر، بناء المعابد. وقال لك قيام حضارات عظمى في الشرق وحوض البحر المتوسط، زي حضارة مصر وحضارة بلاد فارس وحضارة العراق وحضارة فينيقيا. تمام. بس يا مستر انا عايز هنا اقول حاجة مهمة قوي بقى. عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا مستر السؤال هنا بيجي ازاي في الامتحان؟ بسيطة. صلى على النبي. هيجي يقول لك في الامتحان ما هي اطول العصور زمنا. ماشي؟ ماشي. هي دخلت المسيحية مصر على يد القديس مرقس في القرن الأول الميلادي، برضه عصور قديمة. ولد السيد المسيح في أنهي عصور؟ تقول لي في العصور القديمة. ظهرت وانتشرت اليهودية. ظهرت وانتشرت اليهودية في أنهي عصور؟ في العصور القديمة. يبقى أطول العصور زمنا العصور القديمة. دخلت المسيحية مصر على إيد القديس مرقس، عصور قديمة. ولد السيد المسيح في العصور القديمة. ظهرت وانتشرت المسيحية في العصور القديمة. طيب بص آخر حاجة يقول لك أي من سؤال أهو العصور التالية قامت بها حضارات متعددة أو شهدت قيام حضارات متعددة. أي من العصور التالية شهدت قيام حضارات متعددة. بص كده اسمع أنا أقول لك إيه؟ اسمع. هو أنا أصلا بقولها إزاي؟ يا مستر ما أنت بتقول لي حضارات متعددة يعني إيه؟ يعني حضارة مصر وحضارة بلاد فارس وحضارة العراق وحضارة إيه؟ فينيقيا. يبقى فعلا حضارات متعددة. بس تعالى كده نقول العصور القديمة مع بعض. هي بتبدأ من كام؟ 3350 قبل الميلاد وبتنتهي امتى؟ 476 ميلادية. طب يا مستر ملامحها ايه؟ معرفة الزراعة، والزراعة يعني استقرار، معرفة الكتابة، بناء مقابر، بناء معابد، قيام حضارات عظمى في الشرق وحوض البحر، حوض البحر المتوسط، مصر عراق وبلاد فارس وكمان فينيقيا. مصر عراق وبلاد فارس وكمان فينيقيا. طب افكار اسئله الامتحان بتيجي ازاي؟ هيجي يقول لك مين هي اطول العصور زمنا؟ تقول له العصور القديمه. دخلت المسيحيه مصر على ايد القديس مرقس في القرن الاول الميلادي في العصور القديمه. ولد السيد المسيح في العصور القديمه. ظهرت وانتشرت، هتقول لي اليهوديه، ظهرت وانتشرت اليهوديه في العصور القديمه. اي من العصور التاليه شهدت قيام حضارات متعدده؟ تقول لي برضو العصور الايه القديمه. ليه؟ مصر وعراق وبلاد فارس وفينيقيا كل دي حضارات متعدده. طب يا مستر بعد كده دخلنا على العصور الوسطى. العصور الوسطى يا جماعه من كام؟ من 476 ميلاديا ماشي الى
1453 ميلاديا. وخد بالك دي تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية، اللي هي تاريخ سقوط القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية. طيب اسمع بقى كده معايا. أول حاجة أقولها في العصور الوسطى إيه؟ رقم 1، ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي. 2 يا جماعة، انتشار الفتوحات الإسلامية. 3، ازدهار الحضارة الإسلامية من الصين شرقا حتى الأندلس غربا. ظهور إسلام، فتوحات إسلامية، وازدهار حضارة إسلامية. طيب 4، قال لك إيه بقى؟ قال لك انتشار المسيحية وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية على كافة نواحي الحياة في أوروبا. على كافة نواحي الحياة في أوروبا. طيب رقم 5، ظاهرة اسمها ظاهرة الإقطاع وعلاقتها بالتخلف الحضاري. خد بالك لما انتشرت المسيحية وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية على كافة نواحي الحياة في أوروبا، ساد الجهل برضو والتخلف. خد بالك يعني. طب واحدة واحدة بس عليا كده يا مستر. حاضر. يبقى أول حاجة ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، انتشار الفتوحات الإسلامية، وازدهار الحضارة الإسلامية من الصين شرقا حتى الأندلس غربا، وانتشار المسيحية وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية على كافة نواحي الحياة في أوروبا، وكمان ظاهرة الإقطاع وعلاقتها بالتخلف الحضاري. طب واحدة واحدة بس عليا كده، زي ما بيقول لك مدحت شلبي، واحدة واحدة. ورانا إيه؟ واحدة واحدة. بنجري ليه؟ طيب 1، وهنا بيقول لك ظهور إسلام، صح؟ فتوحات إسلامية وازدهار حضارة إسلامية. لو أنا جيت بصيت كده بعد كده ألاقي إيه؟ بص، مسيحية وكنيسة وهكذا. يعني أنا ممكن يا مستر أحط شوية أسئلة امتحانات على الجزئية دي. أقول لك مين العصور التي اصطبغت بالصبغة الدينية؟ مين من العصور اللي اصطبغوا بالصبغة الدينية؟ تقول لي العصور التي اصطبغت بالصبغة الدينية؟ يبقى العصور الوسطى. ليه؟ لأن كل كلامها عن الدين. طيب يا مستر، مين من العصور التي غلب عليها الطابع الديني؟ غلب عليها الطابع الديني يعني كان معظم كلامها عن الدين، أو غلب عليها النواحي الدينية. تقول لي العصور الوسطى. طب يا مستر، ظهر وانتشر الإسلام. أسأل سؤال، هو أنا لو قلت لك ظهر وانتشر الإسلام في العصور إيه؟ تقول لي العصور الإيه؟ الوسطى. طب ليه قلت لي الوسطى يا مستر؟ يا ابني ما أنا قايل لك أهو، ظهور الإسلام وانتشار الفتوحات الإسلامية. يبقى ظهر وانتشر الإسلام في العصور الإيه؟ الوسطى. طيب سؤال تاني يا مستر، هو أنا دلوقتي أقدر أقول انتكاسة الغرب ونهضة الشرق؟ أيوة يا ابني تقدر. يعني تقصد تقول لي يا مستر إن بص الشرق كانوا محققين نهضة والغرب كانوا في وكسة؟ يعني الغرب كان متدهور والشرق كان محقق نهضة؟ يبقى نهضة الشرق ووكسة الغرب. تعالى بس كده معايا، بص كده. كمان عندي ايه؟ فتوحات ايه؟ اسلاميه. يبقى هنتكلم عن الفتوحات الاسلاميه برضو. يا مستر، هو انا دلوقتي لو قلت فتح طارق
ابن زياد الأندلس. طيب بصوا يا جماعة، احنا قلنا آخر حاجة فتح طارق ابن زياد الأندلس، يبقى إذا احنا بنتكلم عن فتح، وهنا في فتوحات إسلامية، يبقى برضه في العصور الوسطى. أنا قلت لك انتكاسة الغرب ونهضة الشرق. ليه؟ عشان المسيحية طبعا انتشرت وسيطرت الكنيسة الكاثوليكية. يا جماعة الكنيسة لما سيطرت كان في جهل وتخلف. ليه؟ لأن مثلا لو شخص مريض بحاجة يا جماعة، فجبنا دكتور يعالج هذا المريض، فكانت الكنيسة تقول للدكتور ده تعالى، وكانت بتعدم الدكتور ده. ليه يا مستر بتعدم الدكتور ده؟ لأن هي بتشوف إن الدكتور ده بيخالف إرادة ربنا. إزاي ربنا يبتلي الشخص ده بالمرض ويجي دكتور يعالج الشخص ده؟ فطبعا يا مستر الموضوع بيبقى صعب جدا. حتى أنت بتقول لي إزاي يا مستر الكنيسة تعدم الراجل اللي رايح يعالج اللي رايح يعالج المريض؟ فبقول لك أهو جهل أو تخلف. فعشان كده بقول لك لما الكنيسة كانت مسيطرة ساد الجهل والتخلف. طيب ظاهرة الإقطاع يا جماعة وعلاقتها بالتخلف الحضاري، وده بيوضح غياب العدالة الاجتماعية. ليه غياب العدالة الاجتماعية؟ ما انت عارف ان ظاهرة الإقطاع هي سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية. يعني ناس ادينا لها أراضي وناس كتير ما اديناهاش أراضي. طيب بصوا بقى، آخر جزئية هنتكلم عنها يا شباب، هي عندي بقى العصور الحديثة اللي هي من 1453 لحد 1914، الحرب العالمية الأولى، والعصور المعاصرة اللي هي من 1914 حتى الآن لغاية دلوقتي. ركز معايا. العصور الحديثة احنا قلنا يا مستر رقم 1 ملامحها ايه؟ نهضة أوروبية، ثورة صناعية، حركة كشوف جغرافية أهو. 3 حركة كشوف جغرافية. 4 استعمار أوروبي. عايز بس أقول لك على حاجة هنا كده، تعالى هنا كده معايا. أولا يا مستر الثورة الصناعية يعني أوروبا كان عندها مصانع كتير جدا 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 جدا، فعندها آلات كتير ومصانع كتير. المصانع دي عشان تتحرك لازم المصنع ده عشان يتحرك لازم له مادة خام. طب أوروبا قعدت تدور عندها مستر فلقت نفسها هي فقيرة في المادة الخام، يعني ما عندهاش مادة خام. فبدأت يا مستر أوروبا تقول لك أنا هبدأ من هنا أعمل حركة اسمها الكشوف الجغرافية. يعني هبص كده وأشوف سطح الأرض في مادة خام فين. فقعدت تدور وتشوف المادة الخام اللي موجودة بباطن الأرض موجودة فين. فلقيت إن في قارة آسيا وفي قارة أفريقيا مادة مواد خام. في آسيا وفي أفريقيا فيها مواد خام. فبدأت من هنا مستر تقول لك أنا هعمل حركة اسمها حركة استعمار أوروبي. يعني هروح أشوف المناطق اللي في آسيا اللي فيها المادة الخام والمناطق اللي في أفريقيا اللي فيها المادة الخام وأروح أسيطر عليها. ولما أسيطر عليها هجيب المادة الخام وأوديها المصانع في أوروبا عشان أحرك المصانع دي. يبقى إذا يا مستر أنا عرفت كده التفاصيل. طب هنا مستر بتيجي بيجي يقول لك مثلا سؤال: إيه هو العنصر المحرك لمظاهر أو لأحداث العصور الحديثة؟ يا مستر إيه العنصر اللي حرك كل ده؟ حبيب قلبي مش هم جابوا المادة الخام عشان يحركوا المصانع؟ طب والهدف من تحريك المصانع ايه؟ ان هم يحققوا نهضة يا جماعة أوروبية. يبقى العنصر اللي حرك أحداث العصور الحديثة هي النهضة الأوروبية. طيب يجي يقول لك ظهور آلة البخار أو ظهور الآلات التي تعتمد على الطاقة. آلة البخار أو آلات تعتمد على الطاقة تقول له في العصور الحديثة. خد بالك أنا هنا بتكلم عن كشوف جغرافية صح؟ لو جيت قلت اكتشاف البرتغاليين طريق راس رجاء الصالح، مش ده كشوف جغرافية أو اكتشاف؟ يبقى كشوف، يبقى عصور حديثة. طيب يا مستر أسأل سؤال تاني، اتفضل. لو أنا جيت قلت لك فرنسا احتلت مصر، إنجلترا احتلت مصر، يبقى ده حركة استعمار أوروبي. وخد بالك حركة الاستعمار دي حاجة سلبية مش حاجة حلوة. طيب يا مستر لو جيت قلت لك استطاع المستكشف كولومبوس
ماشي. اكتشاف الامريكتين، اكتشاف يبقى كشوف، يبقى عصور حديثة. طب اسمع اللي جاية دي، ودي اخر حاجة. بص يا باشا، وانا لو جيت قلت لك ترتب على حركة الكشوف الجغرافية او ادت حركة الكشوف الجغرافية الى ايه؟ تقول لي الى استعمار اوروبي. يبقى ادت حركة الكشوف الجغرافية او ترتب على حركة الكشوف الجغرافية، تقول لي استعمار ايه؟ اوروبي. وخد بالك ان دي من سلبيات العصور الايه؟ الحديثة. طيب حلو، ركز معايا كده. اخر حاجة يا جماعة وهي العصور المعاصرة، ودي يا مستر من 1914 لغاية دلوقتي اللي هو حتى الآن. وبنكلمك فيها عن ايه؟ بنكلمك فيها يا باشا عن ان هذه العصور تتسم بالتناقض الشديد في ملامحها، وليها ايجابيات وليها سلبيات. ايه ايجابياتها يا جماعه؟ ايجابياتها: واحد، قال لك ظهور حركات التحرر من الاستعمار، اتحررنا من الاستعمار. اتنين، هبوط الانسان على سطح القمر، الانسان نزل على سطح القمر. تلاتة، قال لك يا مستر ثورة معلوماتية وتكنولوجية. ثورة معلوماتية وتكنولوجية، التحرر من الاستعمار، هبوط الإنسان على سطح القمر، ثورة معلوماتية وتكنولوجيا، كل دي إيجابيات العصور المعاصرة. طب السلبيات إيه؟ واحد، أمراض وأوبئة حصلت أو ظهرت الأمراض والأوبئة. قال لك حروب عالمية مدمرة، والتلوث بانواعه. واحده واحده كده عليا يا عم مجد، عينيا. بص يا باشا، اول حاجه انت بتقول لي التحرر من الاستعمار، صح؟ يبقى انا ممكن اقول لك عالجت العصور المعاصره سلبيات العصور الحديثه في ايه؟ يقول لي يا مستر عالجت العصور المعاصره سلبيات العصور الحديثه في ايه؟ في التحرر من الاستعمار الايه؟ الاوروبي طبعا. طيب حلو. مستر هبط الانسان او خرج الانسان خارج نطاق الكره الارضيه، برضه في العصور المعاصره لما هبط الانسان على سطح الايه؟ القمر. طب يا مستر لو جيت قلت لك مرض زي مرض كورونا، ده مرض خطير، يبقى عصور معاصره. طب لو جيت قلت لك تآكل طبقه الاوزون او الاحتباس الحراري او حرب عالميه اولى او حرب عالميه تانية، كل ده مصر حروب عالميه مدمره، وطبعا احتباس حراري وتاكل طبقه الاوزون نتيجه التلوث الشديد. وطيب يا جماعه بقى نقف عند كورونا كده والجزء الاخير اللي احنا خدناه، لان هي السبب في الخراب اللي احنا فيه. وعايز اقول لحضرتك ان انا مبسوط ان انا السنه دي معاك على اليوتيوب. ولو انت ما اشتركتش في المنصه بتاعتنا عشان تتابع المحاضرات بتاعتنا، تقدر ان انت تشترك في المنصه. ولو اصلا يا باشا مش مشترك على قناتنا في اليوتيوب واول مره بتسمعنا، فبعد اذنك انزل بسرعه، اعمل الاعجاب الجميل، واعمل شيرك الجميل لبقيه اصحابك، واعمل سبسكرايب للقناه، واشوف وشك على خير في الحصه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.